السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا كده هيكون عن الفراخ المليسة. هوريكم ازاي الفرخة بتكون مليسة، وعنقود البيض بتاعها او المخرج بتاعها بيكون مسدود من كمية الدهن اللي فيها، وطبعا كده بالتالي مش هتبيض كتير ومش هتديكي نسبة البيض اللي المفروض تديها لك. تمام. انا طبعا ذبحت الفراخ المليسة ديت، وحبيت اوريكم فرخة زيها. بصي مخرج البيض عامل ازاي. بصي مخرج، تخيلي دي كلها سمك دهن موجود في مخرج البيض، اكيد مش هتعرف تبيض منه. تمام، لانه سدد المخرج خالص بتاع البيض. تمام. فعنقود البيض، بس انا شلت عنقود البيض. عنقود البيض موجود، بس يعني ايه، لسه كمان بدأ يتكون، لان الفرخة كمان حجمها ما شاء الله كبير. يعني الفرخة دي انا وزنتها لقيتها 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص، لا 2 كيلو 600. تمام. فيعني حجمها كبير جدا. فالمفروض الفراخ البلدي اللي المفروض تكون بتبيض عندك مش اكتر من 2 كيلو. 2 كيلو كده كويس قوي، لكن فوق ال2 كيلو تعرفي ان الفرخة دي مليسة. بس تجربي معاها الخل زي ما قلت قبل كده في الفيديو. إيه، لو عايزين ترجعوا للفيديو بتاع الفراخ المليسة تعرفيها ازاي، هتحط لها 5 سنتي خل على اللتر المية. تمام، كل يوم. إيه، لقيتيها انظبطت بقى وباضت معاكي، تمام. مفيش، تذبحي بقى كل الفراخ اللي عندك اللي المليسه بالمنظر ده كده، اللي تلاقي وزنها تقيل. تمام. وهتلاقي كمان في فراخ هتلاقيها قلشه يعني ايه، يعني بتكون ريش تاني جديد غير الريش بتاعهم. تمام. زي الفرخه دي برضو كانت قلشه وبتكون ريش جديد حتى، بس مش هيكون باين لان انا شلت الريش اللي بادئ يطلع كله، نضفتها كله من الريش الصغير بس اهوت. شايفين الريش الصغير ده كله؟ كل الريش ده كان بادئ بقى بكمية كبيرة ان هو يطلع ويجدد الفرخ كلها يعني عموما. تمام. فالفرخة اللي بتبقى قلشة وبتكون ريش تاني دي برضو بتستبعديها. تمام. الفرخة اللي بتبيض بيكون عرفها احمر، تلاقي عرفها احمر كده، وكمان بتكون خفيفة زي ما قلنا، وريشها بيكون حلوة كده ومش مجددة ريش. انتي ما بتمسكي الفرخة بتعرفيها. تمام. فالفراخ اللي زي دي يا جماعة ما تسيبوهاش تاكل وخلاص، لانها بتاكل وتكلفك اكل على الفاضي. فليه نوفر اكلها ونجيب مثلا فراخ صغيرة توفري اكلها للي معاها، لكن مش تستنيكي تاكلي فيها وخلاص، لان هي كده مش بتديكي بيض. انتي عمالة بتعلفي فيها، بتاكليها وخلاص انها تسمن، لان هي كده بتديكي لحم مش بتديكي نسبة بيض. تمام. كمان ايه عايزه اقول لكم كمان، ان الفراخ الكبيره ديت عمرها ما هتديكي نسبه بيض كويسه. عمر الفراخ الكبيره ديت ما هتديكي نسبه بيض كويسه. طالما الفرخه زياده عن 2 كيلو عمرها ما هتديكي نسبه بيض كويسه. انا برجع لكم بس بالصوره كده لبعيد عشان تشوفوا ما شاء الله الفرخه يعني حجمها حلو قوي. ويمكن تكون كمان الكاميرا برضو مش مبينه حجمها. تمام. فالفرخه الكبيره دي ما تنفعش للبيض. كمان ان شاء الله اللي هعمل لكم فيديو قريب ان شاء الله، ايه نوع الفراخ الكويسه اللي انت ممكن تجيبيها للبيض، نوعها ايه واسمها ايه، وتجيبيها من عمر قد ايه كمان. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو قريب عنها. يا ريت كمان اللي وصل معايا في الفيديو لحد كده يشترك في القناه لو لسه اول مره يدخل القناه، ويفعل الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده اللي بعملها بامر الله. وما تنسونيش في اللايك يا جماعة، عايزة لايك كده حلو منكم، واي سؤال اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليه بإذن الله. ويا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. واللي استفاد منه كده ما ينساناش بصالح الدعاء بإذن الله. يعني هي حاجة كده بسم الله ما شاء الله عليها. يلا ما تنسونيش بقى في اللايك.